شطرنج ده ولا فيلم رعب؟ الماتش اللي قدامك ده ملعوب ما بين ماجنس ونيبو. ماجنس هنا قرر ان هو يلعب نقله بيشوب على الاف 4. النقله ديت فكرتها قويه جدا. فكره النقله دي ايه؟ احنا دلوقتي لو الوزير ده مش موجود يا جماعه، لو الوزير ده بره الرقعه اصلا، كان هيبقى عندنا تهديد الروك تيكس البيضه، وبعد ما مش هيعرف طبعا الوزير مش موجود، ولو كلب بالفيل هتاكل بالوزير هنا بتشيك ميت، صح؟ يعني في حمايه الروك الثانيه اللي على البي 1. فهنا احنا بنحاول ان احنا نعمل تكتيك الديفليكشن. طب تكتيك الديفليكشن هنا لو في بوزيشن تاني الحصان ده مثلا ما كانش موجود او الروك ديت ما كانتش مفتوحه على الملك، كان التكتيك ده ينفع جدا. ولكن هنا بعد ما ماجنس لعب بيشوب اف 4، فكرتها ان هو بيحاول يعمل ديفليكت للكوين بتاعت نيبو عشان يحاول يشن الهجوم بتاعه على الملك الاسود. هنا نيبو اكل البيشوب. طيب هنا حتى الان الدنيا ماشيه تمام. النقله ديت للاسف بلندر عشان نيبو هيعاقبها بنقلات فورسنج موفز. ماجنس لعب روك تيكس بي 7. هنا خلاص هو طالب مات هنا بالروك على البي 8، طالب مات كوين على الاي 8، طالب مات من كل حته. نيبو هنا قعد يفكر شويه ولعب نقله بريليانت موف. وقف الفيديو وحاول تلاقيها. نيبو هنا لعب روك تيكس جي 2 بريليانت موف. هنا طبعا محسوب على الانجن جريت موف عشان هي اونلي موف. اونلي موف ليه؟ لان لو لعب اي نقله ثانيه هيخسر، لكن هي نقله بريليانت موف لان هو ضحى بالروك. هنا ماجنس اكل الروك. نيبو هنا قاعد يفكر شويه وبرده لازم يلعب يا جماعه نقلات فورسنج موفز. هتقول لي طب فورسنج موفز دي يعني نقلات بكش، صح؟ يعني مثلا هل ينفع مثلا يديني اتش 3 بكش؟ لو نيبو مثلا لعب اتش 3 بكش، اتش 3 بكش النقله ديت غلط عشان عندنا هنا كينج على الاف 1، وهنا نيبو ما عندوش اي كشات ثانيه وخلاص. هنا ماجنس هيكسب الدور خلاص قلب وماجنس هيكسب. طيب يعني اتش 3 غلط. طب هنا روك جي 8، ايه رايك في روك جي 8؟ روك جي 8 لو اتلعبت على طول برده نقله بلندر من نيبو، لان لو لعبها الكينج هيروح على الاف 1 ومفيش اي كشات ثانيه. يعني خلاص لو بصيت دلوقتي حاول تلاقي لي اي كش. الكوين هنا ملهاش اي كش، يعني الكش الوحيد انها تضحي نفسها هنا. الروك دي ملهاش اي كش انها تضحي نفسها هنا برده، مفيش اي كش. هتقول لي الحصان مش عارف بيضحي نفسه، الحصان ملوش اي لازمه، بنتحرك ومفيش اي حاجه عند نيبو حاليا وماجنس بيكسب الدور. هنا نيبو بعد ما فكر شويه برده لعب نقله تاني، نقله بريليانت موف، نقله قويه جدا لان الملك بيستخبى قلنا على الاف 1. وقف الفيديو حاول تلاقيها. هنا نيبو قرر ان هو يلعب نايت على الاي 3 بريليانت موف من نيبو. طب فكرتها ايه؟ فكرتها ان انت اولا ممكن تاكل بقطعتين، ممكن تاكل بالبيضه، ممكن تاكل بالكوين. طب خلينا نشوف اكله البيضه. لو اكلت بالبيضه خلاص مربع الاف 1 ما تعرفش تستخبى فيه، فروك على الجي 8 بكش اونلي موف، يا اما هنا يا اما هنا. لو جيت هنا خلاص في كش على الاف 3 تتحرك تاخد كش مات في نقله واحده، وهنا نيبو هيكسب الدور. هتقول لي خلاص مش ممكن هنا ماجنس ما ياكلش بالبيضه وياكل بالكوين؟ هقول لك ولو كل بالكوين هنا النقله دي برده وحشه عشان خلاص في نقله دي 4 هنا بتخلص الماتش. كش بالفيل بالكشف ووزيرك هيتاخد النقله اللي جايه. وخد بالك موضع الوزير الاسود هنا برده مهم جدا لان هو باصص على مربع البي 8 مانع اي افكار كشمات. يعني النقله اللي جايه هاخد وزيرك وممكن ان انا اضحي الوزير بتاعي في الركين ومعايا هنا وزير زياده، وزير كامل زياده خلاص، وهنا نيبو بيكسب الماتش. قول لي بقى ايه رايك في اللي عمله نيبو ده؟